بقول لك يا خالد، قول لي. مش انا هنزل كتاب في معرض الكتاب تسميه؟ شاب قديم. المهم بعيد عن هذا الافيه، يا اتمنى ما تقفلش الحلقه. خليك قاعد، ما تخافش، ده اسلوب تسويقي انا مستخدمه جديد يعني. تعمل ايه يا خالد؟ الحمد لله. والله انا منتظر جدا ان انت تجيلي، تيجي تقعد معايا في القرار. والله طبعا. تقعد زرع زرع. الحاجات الشرايط القديمة، فاهم؟ ده حقيقي، كل حاجه عندي قديمه. الأفلام الأبيض وأسود، طبعا طبعا الممثلين الأبيض وأسود. طبعا. هو ايه الحلقه كرنج؟ الحلقه كرنج قوي. ما علينا. طب انا هختصر شويه مسافات. يعني هو مفيش مقدمة، ما فيش نخش في الموضوع على طول. بالظبط، من غير اي مقدمات. ولكن معلومه على السريع، يعني انا وخالد صحاب من قبل اليوتيوب بكتير، لو حد فاكر ان احنا يوتيوبر. احنا صحاب من ثانويه عامه، ودي القصه اللي احنا جايين نفتحها اصلا النهارده. فالنهارده هنتكلم عن بجد، يعني هنتكلم عن الافلام المستقله. وفي الحقيقه انا من الناس اللي بحب ستايل اخراج خوليو. باي ذا واي، برضو ممكن لو ناس لسه فايتها معلومه ان خوليو اصلا مخرج غير ان هو يوتيوبر. انا احب اقول لكم ان خوليو مخرج، ومخرج شاطر جدا. كان انا اشتغلت معاه بدل المره بتاع مرتين ثلاثه يعني. الله يخليك. كلامك حبيبي. كلمني عن الكاتب بتاع فيلمك الاول. الكاتب بتاع الفيلم الأول يا جدعان هو صاحب التشانل اللي انتوا جايين تتفرجوا عليها ديت. مستر شاب قديم، سعيد محمد السعيد. ده حقيقي. يعني هو احنا لو هنبتدي، تقريبا احنا كنا قاعدين عند عمر ابو المجد. ايه الفايت كلاب الاولاني. لا الديو الثلاثه بقى اسمها ايه؟ التريو اكتر. لا الثلاثه. التريو السينمائي دوت. احنا كنا نعرف بعض يعني، وان شاء الله يعني في المستقبل ممكن تلاقوا كل فرد من صحابنا يوتيوبر. ده حقيقي. كل واحد قصه، وكل واحد موضوع، وكل واحد في مجال. فانا شفت سعيد بقى يوم، كان جاي عند عمر. انا كنت قاعد عند عمر، قال لي في واحد جاي مش عارف ايه، فجي فخلى سعيد يمثل لنا مونولوج الشيطان. فاكر مونولوج الشيطان؟ فقعدنا بقى نتكلم وبتاع، فعمر قال لنا انتوا الاثنين هتعشقوا على بعض. هتعشقوا. ده حقيقي. فبس بعدها عملنا اول فيلم لينا. بعدها قلت له احنا بقى رايحين مواصلاتنا عند كفر الجبل. قلت له قول لي بقى، تحكي لي افكار وبتاع. فاحنا قاعدين في المواصلات وعمال بقى انا حكيت تقريبا 17 حاجه كده. فقلت له بس خلاص احنا نتقابل. فراح خدني كده، قال لي هاخدك اهدى مكان في قاعد الطوابق. انا فاكر الطوابق. دخلنا كده مكان كله بقى تكاتك وبيب بيب وبتاع فكان شيء مش لطيف جدا. بس قعدنا وطلب اسبريسو ليا. وتقريبا لا، انا اللي حسبت عليه ساعتها. لا، دي كانت اول مره اعزمك واخر مره اعزمك فيها. دي كانت اول واخر مره اعزمك، مش كانت اول مره نعملها. بعد كده خلاص بقينا حبايب بقى. فاحنا بقى كتبنا الفيلم، او مش كتبنا الفيلم يعني. انا قلت له روح انت القصه جاهزه، اكتبها وابعتها لي. راح كتبها وابعتها لي، خدتها زودت مشهد وحذفت مشهد وبس. قعدت بقى اسبوع وفي درس الانجليزي. بس استنى، ما تسقطش احداث عشان في ديتيلز. انت لا، ما احنا انت بعتلي. فبعد كده قعدت اسبوع انا برسم الستوري بورد. سيبني في حالي بتاع مش عارف ايه. ايوه. موقف درس الانجليزي ده انا فاكره. الموقف ده على قد ما هو قد يكون في موقف، يعني في زمن اخر هو مهم، لكن في وقت هو كان مضحك جدا. احنا كنا في ثالثه ثانوي، كنا في درس الانجليزي، وبالذات الحصه دي بالاخص كانت بتقعد بالثلاث ساعات بالضبط. فبنقعد بجد مش شايفين بعض. خوليو بدون اي مقدمات بجد راح مميل كده جنب ودني، راح قايل لي نسمي الفيلم نوتيفيكيشن ولا نوتيفيكيشنز؟ فراح باصص لي بصه كده. انا مش فاكر انت قلت لي ايه ساعتها بصراحه، بس انا فاكر البصه يعني. دي كانت من الاعدادات، ونزلنا مره واتنين يعني. مره بعد الستوري بورد، مره في افكار طب ستايل ايه، لا حاجه. مع عمر. ده حقيقي. مره مع عمر الحسين الممثل. قعدنا فتره. الكيس بقى اللي عايز اكلمك عنه بجد، سيبك من انا خالص. تعال اكلمك دلوقتي، لان لسه هنخش في تفاصيل الفيلم اكتر، وشغلك انت كمخرج بالاخص. يعني خلينا متفقين، يعني زي ما خالد قال فعلا الفكره كانت في دماغي يعتبر، بس ما كتبتهاش ورق، بس انا متخيلها. فلا، خلينا نتكلم بقى فكره ان انت بدات من الزيرو، من قبل ما انا ما اجي لك. انت كنت قايل لي ان انت كنت عايز تعمل اول فيلم ليك.
طب قول لي بقى ايه اللي كان ناقصك؟ هل كان ناقصك ورق؟ فانا انا من وجهه نظري شايف ان انت ما كانش ناقصك ورق، لان باي ذا واي برضه انتوا ما تعرفوش خالد بيكتب حلو جدا، فما اظنش ان هو وقتها يعني كان ناقصه كاتب اوعى وشك. فانت شايف من وجهه نظرك كان ايه؟ كان ناقصك تيم؟ كان ناقصك ايه مثلا عشان تطلع اول فيلم ليك كمخرج مستقل؟ والله فهو في الاول انا كنت عارف، كان عندي فكره كده، كان ساعتها الكورونا، فكان كل انا ما كنتش عارف والله المعلومه دي، بس عرفتها بعدين يعني. كان كل الناس بتعمل افلام عن الكورونا. واو، انا عملت فيلم عن الكورونا. ف فالفكره بقى ايه، ان انت مش واخد بالك وانت مش في الكوميونتي اصلا، ففاكر انت الوحيد اللي بتتكلم. الفكره دي هتنزل بقى مهرجان كان بعد كده عارف الافكار دي، الحب الذهبي. عارف الافكار دي. فاتضح بعد كده ان كله عادي عمل الفكره دي. وانا بعت السيناريو لناس كتير قوي، كتبت حوالي 9-10 درافتات، ده بجد الرقم ده حقيقي يعني. كل شويه اكتب وكنت منغمس وبتاع. كانت اجازه بقى وما وريش حاجه، وحتى اليوتيوب ما كانش استوى حتى لسه ساعتها. فكان الدنيا كده يعني، فاهم، بالحب يعني. وحتى كنت بدائي جدا يعني، كنت بكتب على الموبايل الساعه مثلا 1 بالليل، وكان اللابتوب شاشته متكسره. انا فاكر الحاجات دي حاجات نبقى نعمل لها مثلا، ده موضوع تاني. حكايه ال 100,000 فاهم بالظبط. انت برضه لا قصص يعني، انا وخالد عندنا قصص بجد بقت تكفي برامج. ده حقيقي، ما تصدقش حد يقول لك قصه مش مدفوع. فالفكره بقى ايه، انه كان في البدايه كان يجي لي تعليقات فاروح اعدل، وكان يجي لي تعليقات ما افهمهاش فما اعدلش. مره حد يقول لي البطل سلبي، مش فاهم طب اعمل ايه. بس انا فوق، بس برضه عايز اقول لك على حاجه. انا فاهم الستايل ده في الكومنتات، بس برضه على قد ما هو طبعا احنا اتطورنا طبعا. اول فيلم عملناه يعني بقول لكم كنا في ثالث ثانوي، بس وقتها برضه يعني هل انت اللي كان مضايقك فكره الكومنتات اللي انت كنتش فاهمها؟ ايه قله وعي؟ بالعكس انا كنت يعني انا خدت فتره طويله كده بشوف حاجات، بس يعني بشوف ورش، وبشوف الدنيا بتمشي ازاي، وبشوف توتوريال حاجات كتير قوي، حاجات انا حتى ممكن ما اخش فيها زي التصوير والمونتاج، بس بعد كده دخلت فيها يعني. ايوه. وعشان اشوف الناس دي بتنفذ ازاي. لكن الورق اللي كان معايا كان يعني كان طويل قوي، وكان مش طويل قوي يعني، بس كان صعب سيكا. وما كانش يعني ما كانش معايا حد تقريبا، كان معايا 2 صحابي كده، عمر ومحمد عاطف. كنت عايزهم يمثلوا حبايبنا. بجد والله انا ما اعرفش المعلومه دي. والله ده كان عمر تهامي هيقوم بدور البطوله. واو، كنت متخيله بقى بدور البطوله بتاعه والحركه الكاميرا. الناس دي صحابنا يا جماعه، ناس جميله. يعني خدت فتره كده لحد ما تقريبا مش عارف كان في بدايات ثالثه ثانوي. اتعرضنا في النص. ما انا فاكر، بس مش عارف، انا مش فاكر كان ايه اللي وقفني او كان ايه اللي خلاني اركن الورق، بس يعني قلت اسيبه كده واشوف ايه ممكن اطلعه تاني. بس دخلت بقى. انا عايز اعرف معلومه ثانيه، كنت انت اللي هتكتب وهتخرج وهتمنتج؟ عادي. وهتصور ايوه. اوكي. يعني ما كنتش اعرف حد تقريبا، حتى كنا كلنا يعني، حتى بدات اخش بقى الفايت والشله والحاجات دي، وكلنا كنا نايمين تقريبا، فاهم. كنا بنكتب حاجات تانية يعني، كتبنا حاجات تانية، كنت بنكتب انا ويوسف شرشف صديقنا برضه. كنا بنكتب حاجات تانية وحوارات في حاجات تانية. حتى بدأت انشغل باليوتيوب شوية، بس مش قوي برضه. والدنيا مشيت يعني، وما نفذتوش لان ما كانش في حد يديني الزقة اللي هي ايه، يلا نعمل حاجه ويلا نقوم نعمل حاجه. كلنا تقريبا نايمين على نفسنا. ده حقيقي. فبعد كده لما قابلت سعيد بقى وقعدنا نتكلم، فانا قلت خلاص بقى اي حاجه هنتجرأ على الخطوه وهنروح نعمل الفيلم. ما يهمنيش بقى الورق محتاج يتعدل، البطل سلبي مش سلبي. فاللي هو لا، هنعمل الفكره، عندنا فكره ويلا نعملها وبس. يعني الباقي بقى تاريخ. بالظبط. هي الفكره كلها فعلا يعني. كمان كنت عايز اكد على بوينت الكوميونتي دي والجرأه بالظبط، انك خلاص تدب الخطوه. انا عايز اقول لكم الفيلم مثلا لما نيجي نتفرج عليه دلوقتي انا وخوليو، احنا بنطلع منه حاجات كغلطات او حاجات كان ممكن تتضاف. عارف اصلا انا اللي مصور
ايوه انا عارف انا عارف طبعا. ف يعني انا دلوقتي بعد ما اتعلمت كتير وبقيت يعني اوفيشالي مصور يعني لحد ما اللي هو فاهم شويه، اكتشفت ان انا لا افقه اي شيء عن التصوير ريلي، مع ان انا كان في شوتات لسه عجباني لحد دلوقتي، واللي هو في حاجات بس السيتنجز ذات نفسها في حاجه يعني مش تكنيكال يعني ككرياتيفيتي عادي. كرياتيفيتي عادي بالظبط. لكن في حاجات وكنا بقى اللي هو ايه اول بعتنا بقى المهرجانات وقعدنا استنى، لا ده انا لسه هاجي لحته المهرجانات دي، بس انا عايز اتكلم اكتر كمان عن حته الصناعه. بس فعلا دي النقطه اللي احنا نستخلصها من فكره اول فيلم، هي الجرأه. وحقيقي انت هتغلط اوريدي يعني، انت كده هتغلط، لان هي احنا وقتها مثلا بجد يعني عايز يعني نستخلص كده، احنا بجد عملنا الفيلم ده احنا في ثالثه ثانوي. ففكره اصلا ان انت مضغوط من المذاكره، احنا كنا بنكلم بعض حرفيا سرقه، بنتقابل على القهوه سرقه ساعه وبعد يسطر. كنت بحضر الساعه 2 بعد ما بخلص كل حاجه حقيقي. مش فاكر كنت بذاكر اصلا ولا لا. بنذاكر قوي يعني ما كناش شطار قوي يعني. بس بجد يعني مثلا اللي هو يا اسطى طب تعالى نتقابل ساعه بسرعه عشان ورايا درس مش عارف. صح. كانت الدنيا مضغوطه، بس ستيل عملنا الفيلم. وباي ذا واي برضه الفيلم ده اتصور في يوم في يوم من 6 الصبح. احنا بقيت افلام مستقله يعني. بالظبط بيبقى المفضل ان انت تصورها في يوم واحد. ده حقيقي يعني صورنا او اتقابلنا 6 الصبح خلصنا التصوير 7 تقريبا 7 حاجه كده 7 8 كده. بالظبط. انا قعدنا على القهوه. كانت قهوه ايه عشان اتقفلت دلوقتي؟ سانتوس. سانتوس ده حقيقي. هي اللي كانت شاهده على لقاءاتنا كلها. ده حقيقي. فبس يعني الفكره فعلا هي الجرأه، وبرضه فكره المجتمع اللي حواليك. انت محتاج يعني دايما المجتمع بيفرق في ايه. انت كانسان انت في الاخر انت يعني مش مكنه، ليك فترات بتبقى ابس اند داونز وحاجات كده. بالظبط. ففكره بس ان يبقى معاك حد لو هو مكتئب انت شغال وانت مفعم والعكس صحيح. بالظبط والعكس صحيح. ففعلا الكوميونتي اللي حواليك بتفرق، الجرأة بتفرق، لان انت حقيقي يمين شمال هتغلط. يعني زي بقول يعني بجد انتوا لو حد من اللي بيسمع الحلقه روح اتفرج على فيلم نوتيفيكيشنز انا عجبك يعني. هو مش هتتنفر منه. بالظبط. هو في اخطاء يمكن احنا بس اللي شايفينها. بالظبط. حتى مثلا في الكتابه يعني انا بقول لك انا في الكتابه اللي هو بقول لنفسي الفنان يعني اوفر قوي كليشيه قوي. بقعد اقول لنفسي الفنان كليشيه قوي مش عارف ايه. طبيعي ليه؟ احنا كبرنا اتطورنا، كل واحد شاف حياته، اللي راح يشتغل ويني واحنا لسه على فكره يعني لسه بنتعلم ولسه يعني يمكن خدنا خطوات جانبيه في افلام مثلا لاصحابنا لشغل كوميرشال اعلانات مثلا، فاشتغلنا في الحاجات دي ولسه بنتعلم منها عشان لما نيجي ناخد الخطوه الثانيه كفيلم فعلا باسمنا يمكن على الاقل نعرف نتدارك الموضوع وما نغلطش. على الاقل ما نغلطش عدد حجم الاخطاء اللي غلطتها قبل كده، بس اكيد كده هنغلط يعني. فده ده الدرس المهم يعني للنقطه بالظبط. وحاجه كمان برضو يعني برضو دي حاجه يمكن مش عارف خلي يعرفها ولا لا، بس فعلا بجد ايا كان التيم اللي هيشتغل معاك، اذا كنت انت هتبقى دورك في الفيلم ممثل او كاتب او مخرج او مصور anyway، فعلا دور على ناس او تيم يبقى عنده اللي مش عندك، ولا عكس تبقى انت عندك اللي مش عنده. مظبوط. انا مثلا كنت حاسس ان انا فعلا برضو كان عندي نفس المشكله بتاعت خوليو وحكيت له ده، حاسس ان انا لوحدي يعني انا اللي هكتب وانا اللي هسرق وانا اللي هصور. كان عامل فيلم قبليها بتاع بس خلاص بقى تداري على الموضوع ده يعني انا اللي هكتب وانا اللي هخرج وانا اللي منتج، موضوع صعب قوي. ففعلا انا فكره لما لقيت خالد قلت بس حد اقدر، بس هو كتب وانا عملت الباقي يعني. بس كده خلص. حد تقدر ترمي عليه حمول الدنيا وتقول الحمد لله. فبس فنقدر نستخلص من البارتيشن بتاعت صناعه اول فيلم فعلا هي الجرأة. المذاكره مهمه جدا، ان برضو يعني تكمله على حته ان حد يبقى عنده اللي مش عندك. انا مثلا نقطه التحضير دايما بيبقى عندي فيها مشاكل. كنت مبسوط ان خوليو قعد رغم ان فيلمنا مش كبير خالص 7 دقايق، كنت مبسوط ان خوليو خد راحته جدا في التحضير. صح. انا كنت مبسوط بده لان انا ما كنتش بعمل ده. فده فعلا برضو زائد الكوميونتي، زائد فكره التشجيع، زائد فكره اصلا الجرأة، كمان التحضير الكويس. حتى لو متاثر بحد او مخرج او كده، هو يعني حتى بيقول لك مقوله مشهوره جدا انه اول فيلم انت بتطلع فيه كل
الناس اللي انت بتحبه، ده حقيقي. المخرجين اللي انت بتحبه. يعني كنت متاثر فشخ بهيتشكوك في الفيلم ده، وبزوايا وكادرات. انا حتى كنت عارف كنت متشبع بيه قوي قبل الفيلم، حتى كنت عامل حلقه عنه، فكنت متشبع بيه قوي، فتحس انه ستايله قوي والقطعات ما بين الكلام دوت. بس فدي بالنسبه لفكره صناعه الفيلم، او دي اول حاجه بتواجه صناع الافلام المستقله، انك تلاقي السيناريو بتاعك، تلاقي التيم بتاعك لو معاك تيم. وفعلا فعلا يفضل يبقى معاك تيم. دايما انا مقتنع بمقوله يعني مخين احسن من مخ واحد. مهما كان انت دماغك حلوه وجميله فعلا دماغين احسن من دماغ واحده. الوان مان كرو اصلا متعبه جدا جدا. مره عملتها في حاجه دقيقتين كده سكتش. انا عارف، شفتها. فمتعبه بس انت يعني متعبه. وحاجه كمان عايز اقولها، متعبه وفعلا محتاجه مرحله من الخبره كتير. يعني الوان مان كرو ده تبقى زاويه واحده او حركه واحده للكاميرا ثابته، بالظبط، مش معاك حد يحرك. محتاجه واحد يكون 7 صنايع عشان حرفيا وحد بقى وبتاع. لكن فكره التيم او العمل الجماعي جميله فعلا. فبس ده بالنسبه لفكره الصناعه. تعال بقى للمرحله اللي بعدها، وهي مرحله المونتاج. بما انك كنت انت اللي بتمنتج، قول لي مثلا فكره المخرج اللي بيمنتج دي طبعا كده بتسهل عليك حاجات كتير قوي قوي، ان انت بتقعد بقى تشوف كده محدد اصلا الافكار في دماغك، شايف الفيلم في دماغك. بالظبط. هل انت من الناس اللي بتعمل حركه، بما انك انت اللي كنت المخرج، بتفري ستايل في الايديتنج؟ يعني حاجه مثلا، قصدي حاجه كنتش عامل حسابها في التصوير، في يوم التصوير ولا كانت معموله بس مش عارف ايه، بس رحت معدلها في المونتاج، رحت مكريتها في المونتاج. بص حاجه فري ستايل. لا انا يعني مش من المدرسه دي قوي، ولكن يعني لو حاجه حصلت في المستقبل طبعا هعملها. يعني لو فكره جت في دماغي في المونتاج هنفذها. ولكن الفكره كانت في انه انا ببقى راسم كل حاجه في دماغي وبرتبها بقى في المونتاج. فعلا كل حاجه. يعني حتى لما عملنا كليب بعد كده، انا كل اللقطه كنت راسمها في المونتاج. والفيرست كات اللي طلع اللي كنت عملته كان نفس اللي في دماغي بالظبط. فكان انا ببسط من حاجه زي كده. وحتى مش عارف هل دي موهبه ولا لا والله، بس يعني برضه مش عايز اللي هو بزكي نفسي، بس الفكره انه انا ببقى عارف اللي هو متخيل التخيل اللي في دماغي عامل ازاي، والكاميرا هتشوفه ازاي، وفي المونتاج هيظهر ازاي. الثلاث حاجات دول انا شايف نفسي ان انا بعرف اطلعهم جامد جدا. مش عارف ازاي ببقى يعني مثلا ممكن اكون متخيل سعيد دلوقتي قاعد قدامي على السرير، انا متخيله قاعد على السرير بشكل، بس الكاميرا هتشوفه بشكل تاني. انا عارف الكاميرا هتشوفك ازاي. انت فاهم؟ ايوه فاهم. فدي يعني من الحاجات اللي انا ببسط ان انا بعرف اعملها. حاجه وفي المونتاج هي امتع مرحله في السينما كلها. لان المونتاج هو السينما اصلا. هي المونتاج في السينما كلها لقطات. ايوه بالظبط، انا فاهم وجهه النظر. فالمونتاج مرحله ممتعه جدا، ممكن تكريت فيها حاجات كتير. يعني في المونتاج اعتقد كان في حاجات كتير قوي صلحتها اصلا، اخطاء في التصوير حاجات في التصوير، وفي حاجات انا فاكر في رك الصوت، يعني كنت انا اللي بمكس الصوت بعد ما خلصناه. كان في حاجات عشان طبعا كانت الامكانيات يعني حاجه، كنا سارقين الكاميرا من عمر والمعدات من عمر. يعني كان الفيلم يعتبر انتاج عمر تقريبا، و50 جنيه علب كشري والفطار بتاع الصبح وحاجات كده. فكان في حاجات في التسجيل، سندوتشات جبنه رومي من عند سعيد. كان في حاجات في التسجيل، ففي اصوات مثلا، في مش فاكر كان صوت فتح ايه او حاجه ايه، جبناها من على النت. انت سجلت حاجات. قلت لك طب استنى هسجلها لك وابعتها لك. كنا بنتصرف. كان في فيديو كده، كان لقطه كده انا باخدها من تحت البتاع كوبريك. فالمهم ايه، انا لا بقول كات ولا بقول اكشن ولا اي حاجه، ماسك في الكاميرا وايه بوجه عمر. فانتوا ايه، كان تقريبا يوسف بيصورني. انا عايز فايه، فانا خدت اللقطه. فالمهم قلت له خلاص، ايه ده، خلاص كده بس. انت خدت اللقطه يعني ماشي. لا قلت لا كات ولا اكشن ولا اي حاجه. كنا عايزين لو خوليو احسن من ستانلي كوميك. بس يعني ده موقف كده.
ده حقيقي. لا الفتره دي كلها كانت جميله، انت حاسس ان انت بتعمل حاجه برضو، دي من الحاجات المهمه. فكره انت عملت حاجه او بتعمل حاجه مظبوط. بتحبها ومؤمن بيها ومصدقها. يعني زي يعني حتى لو برضو هكرر، لو حتى لو احنا دلوقتي نقدر نطلع اخطاء في الفيلم ونقدر نعدل عليه ونقدر بس وقتها كنا مقتنعين قوي. يعني دلوقتي اقتنعنا خف سيكك مني، بس فكره الخبره ودي فايده يعني. دي فايده بالظبط. الانسان لو فضل ثابت عند شخصيه واحده طول حياته فهو كده ما بيتعلمش حاجه، كارثه، انت بتتطورش. بالظبط. فده شيء يبشر يعني. بالظبط. لكن انت تبقى مؤمن بالحاجه بنسبه 100%، الموضوع كان لذيذ، كلنا سوا وبتاع. فده بالنسبه لفتره المونتاج. تعال بقى للفتره الثالثه، ودي خلينا متفقين برضو لاي مخرج افلام مستقله دي ارخم واتقل مرحله على قلبه، وهي فكره التوزيع. يا ترى هحط فيلمي فين؟ توديه في مين هيشوف انا بعمله ليه اصلا؟ بتتعب قوي، لان احنا مش خلينا متفقين مش كلنا عندنا خبره فيها، لان طبعا دي دراسه ومجال حاجه ومجال لوحده اصلا يعتبر وبزنس وليله زرقاء يعني. فدي بتبقى تقيله قوي على قلب المخرج المستقل. صح. فعايزك تحكي احنا عملنا ايه، وانت دلوقتي لما كبرت عرفت احنا كان لازم نعمل ايه. وطبعا احكي بقى بركه ربنا اللي حصلت في النص والحاجات اللي حصلت كده. والله بص، هو احنا عملنا ايه يعني. احنا كنا من اللي انا مستشفه دلوقتي ان احنا كنا اطفال جدا بالذات في الموضوع ده. ممكن نكون كنا ناضجين في التصوير والمونتاج، لكن في التوزيع احنا كنا اطفال جدا بصراحه. يعني كتبنا بريف اي كلام عن الفيلم، بروفايل عن الفيلم اي كلام، احنا مش فاهمين، احنا بنعمله اللي هو طالبه، فاهم؟ موقع فيلم فري واي ده، وقدمنا الفيلم ويعني وفي مهرجانات قبلته، واللي هو اللوجو بقى يتبعت وانت تحطه على البوستر وبتاع. دي حاجات يعني بتبسطك وقتها. فانت هنا تفهم ان انت كنت طفل عشان انت اتبسطت من الحاجات دي. لانك بعد كده تفهم ان هم اصلا يعني كلها تقريبا حاجات مصالح. المهرجانات اللي هي ايه السي، يعني ايه بي سي. ايوه فاهمك، فاهم. اي 3 حروف اي 3 حروف اصلا مش مهم. لا اللي هو الدرجات. ايوه في مهرجانات بقى درجه اولى وثانيه وثالثه. احنا كنا بندور على المهرجانات الفري كلها عشان نقدم فيها، لان في مهرجانات بتدفعك فلوس عشان تقدم فيها يعني. فاحنا يعني ما فيش حاجه غلط عملناها، بس ليه؟ لان هو ده المفروض كان يتعمل، او هو ده المتاح يتعمل. لان لو هنعمل حاجه تانية فهنضطر ندفع فلوس كتير، تدفع فلوس وحتى لناس وللمهرجانات بالظبط عشان نوزع صح. وغير كده انت ما تضمنش اصلا، يعني انت ما تضمنش. فانت بتوزع الفيلم عشان بس يتبعت لك اللوجو، تحطه على البوستر، تفرح بيه شويه، وبعد كده تنزله للناس على الفيس او على اليوتيوب، فتشوف بقى الاراء الصح. ومن وجهه نظري انا شايف انه كل الافلام لازما يا اما تبعتها للمهرجانات اللي في البلد اللي هي المشهوره، مثلا بقى مهرجانات بتاع وقومي بتاع، ايوه الحاجات دي والساقيه، فاهم؟ لو في مهرجانات كده صغيره، حاجه يعني مهرجانات افلام مستقله، حاجه تضمن لك مثلا ايه اقلها شيء يبقى فيه مناقشه مثلا، الناس تقعد تتفرج اقلها. لكن مهرجانات بره دي انت مش هتسلك فيها غير بقى لما يعني تروح للليفل التاني. فكرة بقى ان انت يبقى معاك منتج او تبقى تبع شركه، ده الليفل التاني بقى اللي تقدم فيه بره. لكن لو هنا لو ما اتقبلتش في اي مهرجانات في مصر عادي، ما فيهاش اي مشكله، ونزله يعرف اراء الناس الاول بس عشان تتعلم. اهم حاجه تسمع اراء الناس، صحابك والناس اللي حواليك وعمليه السينما. كده مش هنقول الكلام ده يعني منطقي جدا. تنزله على الجروبات بقى كده يعني، لكن ما تبعتوش بره بقى وتتعب نفسك في اول ما تخلصوا نزله على طول. او زي ما قلت لك تبعته للناس اللي في مصر وتشوف بقى هيعمل ايه. لو عمل حاجه فدي دفعه قويه جدا. ممكن مثلا حد يلقطك يقول لك تعالى ومش عارف ايه يعني دي خطوات حتى احنا بنقولها ونفسنا نعملها يعني، وان شاء الله ايه ننفذها يعني في المستقبل. فبس اعتقد يعني ده كل حاجه في النقطه دي. ده حقيقي بالظبط. يعني انا متفق برضو مع حته التوزيع دي، وبالاخص كمان عايز اقول حاجه على حته مهرجانات مصر. الازمه انا فاكر برضو كنا حابين ان احنا كنا نقدم في مهرجان لا داعي لذكر اسمه، المهم ان كان ورقه روتيني جدا، انا فاكر الحوار ده. فكنا والله كنت انا فاضي بنشوف ازاي يا ترى مين هيروح يطبع الاستماره، مين هيروح الرقابه المصريه يسجل الفيلم. او ده حوار تاني انا مش مقتنع بيه، بس يعني ده حوار سعيد بيقول عليه. الرقابه ده علشان انا جربت قبل كده فكره الرقابه المصريه ان انت تروح وترقب، كان نص مسرح، انا مجرب الموضوع ده.
وتروح وترقب السيناريو بتاعك انا يعني مش عارف ليه بيطلبوا حاجه زي كده. وتدفع في الخزنه. انا هاجي مين في فيلم القصيده بالظبط. وتملى استماره اسم المخرج واسم الممثل ومش عارف ايه والميزانيه فكنا اصلا احنا كنا طلبه في ثالثه ثانوي صباح الفل. طبعا ما عندناش وقت يعني. فقلت لخوري خلاص فاكس. قلت له خلاص فاكس واعتمدنا فعلا على المهرجانات اللي هي الاونلاين دي. وكنا خلاص احنا كنا مبسوطين. وفعلا يمكن انا من وجهه نظري اللي بسطني اكتر فكره ان فعلا زي ما حكينا في اول حلقه ان احنا بدانا الفيلم ده مباشره. فمش ناس كتير او تقريبا ما حدش كان يعرف احنا بنعمل فيلم. فانا اتبسطت امتى وبرضه بفرح لما الاقي كومنتات من ناس عارف انت الناس اللي هم بيقولوش رايهم بسهوله. الناس اللي بينبهروا بالحاجه مش انا كان في ناس ما تعرفش ان انا بكتب اصلا. فلقيت كومنتات ناس داخله اللي هو لا الفيلم حلو الكتابه كويسه وبتاع. دي حاجه ادتني دافع ان انا اشتغل عموما اذا كان مع خالد او يعني بس فكره بس انك تدي لنفسك دافع. فخلينا برضو نرجع لبدايه البودكاست او بدايه البودكاست. يعني هتتعود على البودكاستات والله. نرجع لبدايه الحلقه. هي فكره مفيش حاجه تجيلك من اللاشيء. الجرأه كوميونتي اخذ الخطوه بعد كده بقى نتكلم في الدوافع والتحفيز واليأس التغذيه البصريه. طب ده كده ده بالنسبه لاي مخرج يعني. بس يعني خلينا اقول الحاجات دي عامه برضو عشان اكون مأكد لاي صانع افلام مهما كان دورك في الفيلم مخرج او كاتب او ايا كان دورك ايه في الفيلم. عايز بقى اسالك سؤال كمان. حاجه انت اتعلمتها بجد بقى بعد فتره لو هتقول نصيحه ليك انت كخالد وانت لسه قاعد على السيناريو بتاع نوتيفيكيشنز هتقول له خد تعالى يا خالد خلي بالك من 1 خلي بالك من 2 خلي بالك من 3 خلي بالك. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي. يعني كأن كده خالد قاعد على المكتب فاهمك ماسك السيناريو وقلت له استنى قبل ما تدب بالقلم اعمل 1 2 3 4 5. لا مش هقول حاجه. كنت جامد. لا مش انا هقول لك. عارف انت الجراند فازر اللي هو لو جيت قتلت جدك فانت مش هتشتغل. ايوه عارف. ف يعني اعتقد مش يعني مش هقول حاجه يعني. مش هقول حاجه خالص. هو اللي عمله في الوقت دوت وصلني لهذا الشخص اللي انا فيه. وانا حاليا راضي عن نفسي بشكل كبير. فبيس يعني مش هقول حاجه. ايوه فاهمك. هتسيب التجربه بطبيعيتها. ايوه يعني جادج بلاك بس. والفكره كمان الاصعب بعد كده لان الجرأة مش بتتاخد مره واحده. الجرأة ديت لكذا مره بعد كده. فالجرأة المره الثانيه بتبقى اصعب من المره الاولى لان انت بتبقى بس دي طبعا يعني حاجه انت مش توصل لها. انت بتبقى عايز توصل للكمال. فانت مش هتعرف توصل للكمال ولكن انت برضو بتبقى عايز تستدرك الموضوع على قد ما تقدر. ولكن فبتفضل متعطل فتره طويله قوي. يعني احنا لحد دلوقتي عملنا حاجات شاركنا في حاجات مع اصدقائنا حاجات بره حاجات بنعملها انتاجات جانبيه. يعني حتى اليوتيوب اللي احنا الاثنين بنعمله دوت دي لازالت حاجات جانبيه للهدف الاسمى يعني. والظروف يعني الظروف كده بتبقى ضد بلاش ده كده فاهم. ده حقيقي. والدنيا بكل مدى ما بتبقى اسوء فانت بتبقى عندك التحدي كل شويه بيكبر. الكلام السلبي ده انا جايبك تحفزهم يا عم استنى اسمع ده الرياليتي سلاب كمل. رياليتي سلاب. فبيبقى التحدي اكبر فبتبقى اخذ الخطوه الثانيه بتبقى اصعب من اخذ الخطوه الاولى بكتير. فحتى احنا لسه بنحاول نعمل يعني عندنا انا عايز اقول لك ان انا عندي افكار كتير جات لي بعد كده. حتى في فكره احنا ركنينها كده على جنب جات لي حاجات بعدها قبل كده. ايوه بعد كده جاز. فالواحد مش عارف يعمل ايه حتى يتكلم عن المشاكل اللي بيمر بيها. يتكلم عن مشاكل جيله كده. عندنا افكار يعني فعلا. احنا قبل كده كريتنا فكره واحنا راجعين من الجامعه في الميكروباص مثلا. ده حاجه كده على الجنب. خوليو راح مطلع النوته كريتنا فكره. فالدنيا اصعب دلوقتي ولكن برضو كل ما الدنيا تبقى اصعب كل ما التحدي يديك او بيكافئك لما تنفذ الحاجه. أوه. فبس
يعني يعني تجرأ للخطوه الثانيه اكتر من الخطوه الاولى يعني. لما نعمل حلقه بقى ايه، مش اول فيلم، تاني فيلم مثلا مع خولي برضه. بس ان شاء الله بقى يمكن نكون ايه يعني عملنا حاجه في اليوتيوب ان شاء الله. بس طب بقى عايز اسالك برضه سؤال تاني، هو بجد بجد من قلبك نصايح. احنا يعني باي ذا واي برضه احنا نعرف ناس مخرجين اصدقائنا او صناع افلام مستقلين كتير. فحتى والله انا اول ما اقترحت على خوليو الحلقه قلت له احنا عايزين نعمل ده حتى اهداء لكل مخرج مستقل، بالاخص كمان والله يمكن من الفئه العمريه بتاعتنا احنا، اللي هم الغلابه اللي في النص دول. صح. يعني مش افلام الجامعه الامريكيه. بس الله ينور عليك، ده اللي قصدي عليه. ولا العيال بتوع معهد جوتا موجوده خلت تبقى في معهد اسمه جوتا يعني. في حاجات غريبه كده بتحصل في النص، معاهم انتاج اصلا. ايوه، ويقول لك الدنيا صعبه والعيشه. لا عملنا يبقى مطير الفوكس في الفيلم. طيب بجد والله لو الناس اللي زي حالتنا، غير عمره في الماء، المخرجين اللي زي حالتنا، تقول لهم ايه بجد؟ 10 نصايح 10 قواعد، مش لازم يكون 10 يعني. لا معرفش وصلت يجيبهم منين؟ ده رقم مجازي. وورد بلاي. احنا قاعدين على المصطبه والله. احنا بجد قاعدين على المصطبه. لا بجد والله يعني لو حد كده بيسمع الحلقه دي ولسه يا عيني هيبتدي طبعا هو اكيد استشف ان احنا بنقول له ان هو يتجرأ ان هو ياخد الخطوه. ده حقيقي، ده كده تاني حاجه بقى ان هو ما يتكبرش على فكره ان هو يتعلم ويفضل مقتنع ان هو لسه بيتعلم. حتى احنا في وقتنا هذا لسه بنتعلم، وده مش مجازا عشان نبين ان احنا متواضعين او كده، لا احنا فعلا لسه بنتعلم حاجات كتير. و انا شايف الشباب فيهم امل بصراحه. يعني في شباب بتعمل حاجات حتى خرافيه كاول فيلم. يعني في ناس كانت بعتلي فيلم ليها انا ما كنتش مصدق ان ده اول فيلم، عاملين كواليتي رهيبه وصافين ومجمعين من بعض وجايبين ناس. انا دخلت باركت له اصلا، فيوسف وفا صح، دخلت باركت شاوت قوي. فالشباب عندهم خلاص يعني بقوا عارفين، بقى فكره النصائح دي بقت حاجه عامه لكل الناس. يعني تلاقي بقى عمرو سلامه مره بيتكلم، تلاقي مش عارف مين مره بيتكلم بيدي نصايح مش عارف ايه. فكل الشباب اتجرأت وبقت حتى بتحوش فلوس حتى لو هي بتشتغل او من مصروفها او ايا كان، عشان تأجر معدات وتأجر ناس وتشوف تكلم ناس تعرفها وتشوف اماكن وتنزل وبتاع. فالجرأة اصبحت على مستوى عالي اليومين دول. فالشباب انا الثقافه العامه زي ما انت قلت متماشي بيه. وكمان فكره يعني حاول تخرج عن المألوف، مش ان انت تبقى تحاول برضو زي ما قلت لك تدور على البرفكشنزم انك مش هتوصل لها يعني. بس فكره انه يعني شوف السائد ايه هو واطلع منه. هتقولي طب انا عندي فكره يعني زي السائد، هقول لك ماشي، شوف حاول تطلع ايه جديد يحصل هنا. عندك حاجه تقولها جديده ولا لكن لو ما عندكش حاجه تقولها فخليك ساكت. بالظبط. فبس لان ده بتاعنا بتاع الانانيس. فبس يعني ده اللي اقدر اقوله يعني. الشباب عاملين شغل كويس. شباب عارف انت الاولاد عاملين شغل كويس. ده انت قاعد مع شاب قديم فعلا. طيب اخر حاجه بقى هسالها لك، وده انا نفسي عايز اعرف برضه ازاي، بما ان الاتنين يعتبروا جايين مع بعض شويه يمكن مش قوي، ازاي اليوتيوب خدم على الاخراج وازاي الاخراج خدم على اليوتيوب؟ انا سالتك السؤال ده قبل كده واحنا ماشيين في الشارع، بس عايزك بجد يعني عشان الاجابه عجبتني عايزك تقول الحوار ده. انت نسيت الاجابه اصلا. والله قريتها في عينك. مش فاكر الاجابه. انت جاي تهزر بقى. لا بجد هقول لك اليوتيوب او شرح الافلام، التوبكس اللي احنا بنعملها يعني ناس كتير بقت بتعملها حتى اليومين دول، بس يعني حتى نادرا ما هتلاقي حد يعرف ينفذ. احنا اصلا بادئين من التنفيذ وداخلين على اليوتيوب. بالظبط العكس، فاهم؟ هي دي الفكره زي ما قال لكم يعني، ده موضوع اليوتيوب موضوع جانبي. بالظبط. وبرضه مش عشان بنقول ان احنا جامدين او كده، لا احنا لسه يعني قليلين جدا هيك.
فاليوتيوب احنا مثلا لو في توبيك مثلا انا عايز اتكلم مثلا عن تارنتينو ازاي بيعمل افلام، فانا هخش هفهم ازاي تارنتينو بيكتب حواراته، ازاي بيوجه ممثلينه، ازاي بيستخدم المزيكا في المشاهد بتاعته، ازاي بيمنتج او فكره في المونتاج او فكر اللي اشتغل معاه في المونتاج، فاهمك. ازاي الاضاءه بتستخدم في افلامه. هفهم كل دوت وهستخلص حاجات كتير جدا انا هتعلمها لنفسي اولا، وبعد كده الناس هتعرفها. فانا كده اليوتيوب اضاف لي شيء كبير جدا، ولكن ده برضو ميزه وعيب. ميزه ان انت بتتعلم حاجات كتير جدا، سواء بقى اتكلمت عن ممثل، اتكلمت عن مخرج، اتكلمت عن فيلم، تفهم فكرته وتفهم ازاي يتصور وازاي كادراته وتشوف بيهايند ذا سين كل الكلام دوت. والعيب بقى بعد ما انت بتتعلم ان انت لما تيجي تعمل حاجتك، وحتى دي بقى برضه يعني ده فكر سائد في اليوتيوب، وفكره ان انت لما تيجي تعمل الفيلم بتاعك تبقى عايز اللي هو لو قلشت منك حته انت مش واخد بالك منها، تبقى تقول ازاي بقى ما انا اتكلم بقى في الحته ديت، وازاي الحته دي فلتت مني. فدي ده العيب الكبير للموضوع ده، وحتى ممكن يعطلك فتره كبيره زي بس والله لازم تفرق والله ما بين ان التنفيذ اصعب، تنفيذ اصعب، الاجواء اصعب، الظروف بتختلف. ده كده يعني صناعه اليوتيوب ديت يعني ده يعني ده عايز اتكلم والله في الموضوع يعني خلينا انا كنت لسه بقول لخوليو انا عايز اتكلم عن الموضوع ده وبالاخص محتوى السينما، بس حقيقي باختصار بعيدا عن انواع محتويات السينما. بعيدا عن محتوى السينما، فكان في حد كده بيتكلم يوتيوبر مشهور يعني يعمل محتوى اوكي مش محتوى سينما. اوكي كان حد بيساله يقول له انت ايه اصعب حاجه بتواجهك في صناعه المحتوى بتاعك؟ المحتوى بتاعه يعني صباح الضحك يعني اقول لك بعد ورا الكواليس. بص مش في الكواليس، ورا الكواليس، ولا حتى ورا يا سلام على عمقك يا اخي. ده احنا محنكين. بيقول له بقى ان انا التصوير لما باجي اصور انت لوحدك مش عارف ايه كده، تاخد اللي انت صورته ده تقعد تمنتجه بتاع اللي هو ايه ده طب ما ماشي، ايه الجديد بقى؟ طب ايوه فين الصعب في كده؟ بنصور فين الصعب في كده؟ بنصور ونمنتج ونابلود، دي عادي. فين الصعب في كده؟ يعني هو عشان المحتوى بتاعه ايه مش صعب اصلا كصناعه، كصناعه يعني هم خلاص علينا يعني. فهو ايه قال لك اخلق صعوبه بقى، فاهم؟ هو اخلق معركه من دماغي اقول بقى التصوير ومنتهى يلا الحمد لله. انا عايز بقى اقول لكم معلومه بجد كمان، يعني لو انا هرد على هذا اليوتيوبر اللي ما اعرفش اسمه بجد واموت واعرف اسمه يا معلم بجد اصعب بقى مرحله بجد هي التحضير للسكريبت او كتابه السكريبت. بالظبط، اصل المحتوى ده غير قائم على سكريبت. بالظبط، انت ممكن تاخد اسبوع في سكريبت، ممكن تاخد يوم في سكريبت، ممكن تاخد 3 ايام. السكريبت فعلا حرفيا السكريبت هو اصعب شيء اصلا، لكن التصوير يا معلم اللي واقفه قدام الكاميرا كل ده يعني سكيل بيتطور. حتى مونتاج اليوتيوب ذات نفسه هي حاجه هتتعلمها مره واحده وهتفضل تكررها في بقيه الفيديو. بالظبط، ده حقيقي، هي سكيلز معلش يعني قلشت منك مره تيجي المره الجايه لكن الحقيقي اللي مش هيتعوض او اللي بيميز ده بيبهر الناس. يعني فكره مثلا ايه لما تحط حاجه جديده في المونتاج تطلع بقى الصور بطريقه معينه صح، والترانزيشن الحاجات دي ثابته، الحاجات دي مش يعني هي مبهره. يا جدعان على فكره عادي، بس هي جدا عليكم ويقول لكم بتاع ده بنجيبها من على النت. ايوه بنجيبها من على النت نركبها. هيبقى في بلجن اصلا بعد فتره هيعمل الحاجه دي في ثانيه يعني. فاللي هو فعادي يعني. فما بجد لو في ناس لسه تجهل معلومه ان دايما الصعوبه في التحضير، وليه بعض اليوتيوبرز بيتاخروا في نزول الحلقات، بس طبعا اللي عندهم محتوى فعلا حقيقي ليه بيتاخروا بسبب التحضير. تلاقيه يا عيني يقعد يدور على المصدر. واكبر مثال مثلا خالد في حلقه شادي عبد السلام. انا عايز اقول لكم يا جدعان، انا فاكر انا قلت ايه لخالد على الحلقه دي، قلت له احنا بجد والله يا ابني انا عايز اسقف لك. خالد سافر وراح المتحف وعمل مش عارف، وراح جاب ماتيريال نسخه مرممه من مش عارف ايه من واحد صديقنا، عمل حوار. فالحلقه خدت منك قد ايه؟ اسبوع وشويه باين. وطبعت تيشيرت بالظبط. ايوه للحلقه. بس عايز افهمكم ايه، بس في النهايه كل يوم انبهرنا اللي هو انا نفسي اللي هو انا عارف يعني دايما كنت اقعد اقول له يا اسطى ربنا معاك ربنا، بس انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. ربنا معاك، انا عارف ان هو بيحضر حلقه عن شادي عبد السلام. لحد شفت الحلقه انبهرت اللي هو بجد برافو عليك.
برضه حلقه داود عبد السيد بجد يا جدعان، ما شفتوش الحلقتين دول بالاخص من وجهه نظر انا طبعا، ما شفتوش الحلقتين دول، اتفرجوا عليهم. انا شايف خالد مميز قوي في حته النوعيه بتاعت عمر قال لي كده، مميز جدا عن غيره في حته تحضير البروفايل، شاطر فيها قوي. حلقه داود عبد السيد جاب الكتاب، رحنا حضرنا الندوه سوا، قعد يعني الاول الستبس حرفيا، راح حضر الندوه، قعد قرأ الكتاب بتاع الندوه، قعد يسرش، شوف الافلام كلها وشوف النظريات. ليله يا معلم، ليله حرفيا. ما علينا، التليفون بيرن وهذه حاجه غير بروفيشنال. فبس يا جدعان فعلا اليوتيوبر حياته صعوبته مشاكله في الكتابه والتصوير والسر. لو لقيت يوتيوبر مش بيحضر فيعني كنسل اليوتيوب. بس كنسله، بس يعني افهم انه انت فاهم بتشوف حاجه كده انت بتاكل لذيذه، مش حاجه تركز فيها يعني. بالظبط، عندك حق، عندك حق. بس انا خلصنا كده. انا عن نفسي انا طلعت كل الاسئله اللي انا عايزها. وباي ذا واي يعني انا كنت حابب بجد يا اخويا انت تبقى معايا في احتفاليه 1200 مبروك. وحلقه ماجد الكدواني وبتاع. حبيبي، اهلا بالناس الجديده كلها، حبيبي، اهلا بالناس الجديده والناس اللي بتسمعنا والناس اللي ما بتسمعناش، هم يسمعونا. ده هيسمعونا بالظبط. يعني في كلمه انا قلتها في حلقه الامام، ما ينفعش تبقى تعرف خوليو وما تعرفنيش، وما ينفعش تعرفني وما تعرفش خوليو، ده عبط. مظبوط. هو انت تستبيح الاثنين، هو عافيه. ايوه عافيه. لقيتها هتلاقونا بنتنطط يعني. هتلاقوني على فكره، انتوا لو دخلتوا على شانل خالد تلاقوه يعني 3-4 فيديوهات انا ظاهر بصوتي. ده من قبل ما انا ابدا يوتيوب، من قبل ابن الذين بقى. فانا قاعد عند خالد في البيت دايما ونط عند بعض. كان طالع بدور شادي عبد السلام في الحلقه. حلقه شادي عبد السلام، بس والله مش بطبل يعني لينا يعني. بس باي ذا واي حلقه شادي عبد السلام في فويس هتسمعوه في الاخر خالص. ده سعيد مش شادي يعني، ده انا. وباي ذا واي برضه هو زيرو افكتس، هو كان محطوط عليه افكت راديو بقى حاجه كده بس عشان تجميليا يعني حاجه مونتاج، بس مفيش قصدي اوتو تيوب، مفيش حاجه، ده صوتي بجد. بس اداء بقى صوتي يعني. بس يا جماعه انا مبروك واهلا بالناس، وان شاء الله سعيد هيبسطكم. الحاجات اللي جايه جميله، وعندنا كمان في مواضيع كثيره جدا للجدل، ده حقيقي. سبسكرايب وانتظرونا يعني. وبس كده، شكرا يا اخويا. يلا.